أخطر تمرين على مفصل الركبة، ممكن يتسبب في خشونة الركبة أو يتسبب في تدهور حالة مفصل الركبة اللي فيه خشونة بشكل سريع جدا. والغريب إن لسه في ناس لحد النهاردة بتنصح بيه لمرضى خشونة الركبة، لأنه خلال التمرين ده الركبة بتتعرض لحمل يوازي تقريبا حوالي من 3 ل 6 أضعاف وزن الجسم في كل خطوة. وده مش بس بيعمل خشونة، ده كمان بيسبب ألم صابونة الركبة وممكن يتسبب في التهاب الأوتار والأربطة. والتمرين ده هو تمرين صعود الدرج أو طلوع السلالم يعني. طيب ليه في ناس بتنصح بيه لو هو تمرين سيء قوي كده للركبة؟ استنادا على نظرية إن صعود الدرج بيقوي عضلات الفخذ اللي هي مسؤولة عن دعم الركبة وبالتالي تخفيف الحمل عن المفصل نفسه. لكن المشكلة إن التمرين بيحط حمل كبير جدا على مفصل الركبة قبل ما العضلة تكون بقت أقوى وتكون بقت جاهزة لتحمل الجهد ده. فلو في خشونة في الركبة الأفضل إن احنا نبدأ بتمارين التمدد والإطالة اللي هي الستريتشنج وتمارين المشي والسباحة. دي تمارين بتساعد على تقوية العضلات وتحسين مرونة المفاصل وتقليل الالتهاب. وبس كده.